مهاجم جديد، مهاجم سوبر لقيادة هجوم النادي الأهلي بديلا لوسام أبو علي، وأقوى من وسام أبو علي. لعب لنادي إشبيلية أتلتيكو الأسباني، ولعب لنادي أتلتيكو مدريد به الأسباني، ولعب لعدة أندية كبيرة جدا. قبل ما أقول لك مين هو المهاجم ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعمل لايك ومتابعة وشير علشان هيفيدوني جدا. اللاعب هو إبراهيم دياباتي، جنسيته إيفواري، سن اللاعب 25 سنة، لاعب شاب يعني على الرايق. طول اللاعب 1.85 يعني في الهيد رقم 1. بيلعب حاليا مع نادي جايس السويدي، لعب معاهم تقريبا 26 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 4 تمريرات حاسمة. لعب طوال مسيرته 160 مباراة، سجل 54 هدف وصنع 4 تمريرات حاسمة. دياباتي مهاجم ذكي جدا في التحرك داخل الصندوق، طول جسمه بيساعده في الكرات الهوائية، وسرعته بتخليه خطير جدا في المرتدات. بيعتمد على القوة البدنية وبيستغل المساحات كويس جدا. اسلوب لعبه قريب من اسلوب لعب لوكا او كلوبالي في نسخته الاولى مع النادي الاهلي. كمان بيلعب الكرات الهوائية كويس جدا بدماغه لان طوله بيساعده جدا. وجهة نظري انه مهاجم تقيل، مهاجم عالمي، مهاجم انا اتفرجت له على فيديوهات بصراحة مرعب، هينيم كل الاندية اللي هتواجه الاهلي من المغرب. اتمنى ان الاهلي يتعاقد مع المهاجم ده، لان المهاجم ده من وجهة نظري بديل اقوى من وسام ابو علي. يعني لو جه للنادي الاهلي خلاص انت كده عندك مركز الهجوم هيكون في حتة تانية، الفينش هيكون في حتة تانية، هتطلع اقل كلام 2 3 4 5 في الماتش. اتمنى ان النادي الاهلي يتعاقد مع اللاعب، مش ببالغ في الكلام اللي انا قلته، بس انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعت اللاعب حرفيا في حته تانية. لاعب شرس وقوي بدنيا وهيفيدنا جدا في الالعاب الهوائيه. وده كان نهايه كلامي لاول مره اتفرج عليا. ما تنساش اللايك والمتابعه والشير، واستنوني في فيديوهات جايه واخبار جديده باذن الله عن الدوري المصري عامه وبالاخص النادي الاهلي. وده كان نهايه كلامي. سلام عليكم.